في عزبة صغيرة في أطراف مصر، في بيت محدش يحب يعدي جنبه حتى لو الدنيا ظهر. الناس هناك بيسموه بيت الروح الحايمة، بيت عزبة الجوهري. والغريب إن كل اللي دخله خرج مختلف. القصة بدأت من أكتر من 40 سنة. بيت قديم صاحبه كان تاجر كبير اتقتل بطريقة محدش فاهمها. من يومها البيت فاضي، بس اللي حوالين البيت عمرهم ما كانوا فاضيين من الأصوات. اللي ساكنين جنب البيت بيحكوا عن حاجة غريبة، ظل طويل بيمشي جوه المكان حتى لو الأبواب مقفولة بالسلاسل. والأغرب إن الظل ده كان أطول بكتير من أي بني آدم. من كام سنة مجموعة شباب قرروا يصوروا فيديو جوه البيت. أول دقيقة كانت عادية، حد ما ظهر وراهم وجه في الظلام، وجه مش بشري، عيونه واسعة قوي كأنها بتبتلع الكاميرا. كل اللي نسمعه في التسجيل هو صرخة واحدة، وبعدها الكاميرا وقعت. الشباب خرجوا يجروا، وكل واحد فيهم أقسم إنه حس بإيد باردة بتمسكه من ظهره. لحد النهاردة البيت لسه واقف مقفول بس مش فاضي، وكل اللي يمر قدامه بالليل يحس إن في عيون بتراقبه من الشباك. إيه اللي ساكن هناك محدش لحد دلوقتي عرف.